السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الصابون البلدي اللي هنعمله مع بعض النهارده بقوة الليمون والبرتقال. عملنا احلى صابون بلدي بجد تحفة، وعملنا منه كمية حلوة قوي ونشف على طول تاني يوم، روعة بجد. والرغوة ان شاء الله دلوقتي هنشوفها مع بعض، تحفة بجد. عملنا منه الكمية دي بجد تحفة تحفة تحفة، من زيت مستعمل وقشر برتقال وليمون. عملنا احلى صابون بلدي. يا ريت يا حبايبي ولو بيعجبكم وصفاتي تشيروا لي الفيديو فضلا وليس امرا، عشان كل اصحابكم وحبايبكم يشوفوه. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. عملنا منه كميه جميله جدا، صابون تحفه وهيخلي لك المواعين بتاعتك زي الفل، روعه بجد. هيلمع لك المواعين، شوفوا، هيخلي الحلل بتاعتك زي الفل. ايه رايكم بقى؟ احنا هنشوف مع بعض الرغوه دلوقتي. يا حبايبي دي ميه عاديه خالص من الحنفيه اهو، وهاخد قطعه صابون، هاخد قطعه صابون زي ما انتم شايفين كده، وهرغي قدامكم يا حبايبي. الرغوه بتاعتها بجد تحفه. بصوا رغوته عاليه جدا، والحاجات اللي حطينا فيها بأقل التكاليف. بصوا انتوا هتشوفوا في الفيديو احنا عاملين الحاجات اللي حطينا فيها بأقل التكاليف. بصوا انا عايزه اوريكم الرغوه بتاعته، بصوا عامله ازاي، بصوا رغوته عامله ازاي، بصوا جميله بجد اهي. المكونات اللي فيه حلوه قوي قوي، وعاملينها بأقل التكاليف كمان، هتشوفها في الفيديو ان شاء الله. بصوا عامل ازاي، انا عايزه بس اشوف واضح قدامكم ولا لا. بص بجد تحفه، بصوا رغوته بجد، رغوته تجنن. ايه رايكم؟ بصوا لسه والا ريحته بقى، ان شاء الله تعملوه ينول اعجابكم. ريحته تحفه تحفه تحفه، يعني كمان تغسلي المواعين وتديكي ريحه البرتقال والليمون. بصوا بجد زي ما يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الرغوه بتاعته عامله ازاي، رغوته تحفه جميله جدا جدا. ادي الرغوه بتاعته والصابون اللي احنا عملناه بأقل تكلفه، ان شاء الله هتشوفوه في الفيديو بجد روعه. ايه رايكم بقى في الوصفه دي؟ يلا بينا بقى على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معانا كده مج عصير برتقال على ليمون. تاني حاجه دولت معلقتين سكر ومعلقه ملح طعام، وهنحطهم ندوبهم هنا في العصير. لحظه واحده بس هجيب المضرب. يا حبيبي هدوبهم كويس، هدوبهم وارجع لكم. يا حبيبي انا كده دوبت السكر والملح كويس. بعد كده يا حبايبي دي صودا قشور او بوتاص، وبعض الدول حجر تسليك المجاري، كترونه، دي بوشار، ولو لها اي اسامي تانية ممكن تقولوا لي. هنحطها هنا طبعا بقى، تفتحي الشفاط او الشباك، لان بجد الابخره بتاعتها فظيعه جدا. يا حبايبي سامعين الصوت بتاعها عامل ازاي؟ اللي عنده حساسيه يا حبايبي يلبس كمام. تمام، بصوا الابخره بتاعتها عامله ازاي، بصوا بتطلع بجد دخانه. فانتي يعني خلي بالك الابخره دي فظيعه. تمام، ولو نزل نقطه على ايديكي حطي خل. ولو في اطفال يا حبايبي بقى يا ريت ما بلاش اطفال جنبك بجد، عشان الابخره دي فظيعه بجد وريحتها قاتله. اهو بصوا، بصوا الابخره بتاعتها عامله ازاي. يا حبايبي انا هسيبها بقى، انا دوبتها اهو. تمام، انا هسيبها تبرد وبعدين نكمل بقيه الوصفه. كده يا حبايبي بقى بعد ما الصودا بردت خالص، هبتدي بقى اجيب الزيت. دولك 3 كوبايات زيت مستعمل، انا مصفياهم عاملاهم بالكوبايه دي 3 كوبايات. تمام، ايوه هبتدي انزلهم. طبعا تكوني مصفيه كويس. يا حبايبي هبتدي بقى اقلب كويس، ادمجهم في بعض. طبعا تكوني مصفيه الزيت، انا مصفيه خالص من اي شوائب. اقلبه كده شويه وارجع لكم. يا حبيبي بعد ما قلبتهم كويس مع بعض، هنعمل احلى صابون بلدي. عملت معاكم كذا وصفه، الوصفه دي كمان يعني حاجات بسيطه قوي. 3 مجات زيت وحطينا 6 معالق صودا. تمام، هبتدي بعد كده هو لونه اصلا افتحي شويه. بصوا ده صابون سائل، اي نوع صابون سائل، ده نص مج اهو. وهقلب كويس. بصوا كمان غير اللون خالص. بصوا بصوا لونه بقى عامل ازاي، تحفه بجد. هيبقى احلى صابون بلدي هنعمله مع بعض، وعاملينه بحاجات بسيطه خالص.
يعني في زيت مستعمل احنا بنرميه، هنعمل منه احلى صابون بلدي. انا عندي كمان ربع كده كوبايه من عصير البرتقال على الليمون. انا عايزاه بقوه البرتقال والليمون. اهو هنقلب تاني. وعندي برضو كيس الاوكسي، انا دايما بحطه في وصفاتي، جميل جدا جدا، ريحته تحفه، مع ان انا حاطه برضو برتقال وليمون، بس برضو هحطه، ريحته جميله. لحظه واحده يا حبايبي. انا هحطه كله كده. تانية واحده هنزله كله وارجع لكم. اهو يا حبايبي انا حطيت الكيس كله اهو زي ما انتم شايفين كده، وهقلب. اهو ابتدى اللون غير خالص خالص، بصوا بقى عامل ازاي، فتحها قوي. انا هقلبه شويه بقى وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا قلبتهم شويه اهو. انت عندك بقى معلقتين نشا حطي، دول كان عندي معلقتين دقيق، كانش عندي نشا، فانت حطي معلقتين 3 كده ايه نشا، ومعلقه جريسلين. تمام. لو عندك خلاط عشان ما تقعدش تضربي كتير، لان انا لسه هقعد اقلب فيه شويه. خلاط شفشق، خلاط قديم تعملي بيه، او اي مضرب عندك تضربي بيه هينجز لك يعني. تمام. لا اما بقى وانت بتعملي الحاجه تعملي شويه وتقلبي شويه، وانت رايحه جايه عليه كده. انا هقلبه بقى وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي بقى بعد ما قلبته، واخد مني شويه كتير يعني، بس بيتقل في الاخر، عايز صبر بس، انت تقلبي شويه وتعملي حاجه لو بتعملي. تمام. يا اما عندك زي ما قلت لك شفشق بتاع خلاط قديم تعملي فيه، هيسهل عليكي. ممكن بقى بدل ما تحطي 5 معالق، بدل ما تحطي معلقتين نشا تحطي 5، برضو هيتقل معاكي. اهو بس جميل جدا. انا بعد كده بقى هصبه. انا جايبه عندي العلبه دي، علبه بلاستيك كده، وهحط جواها كيس، اي كيس عندك تحطي فيه اهو. وعندي كمان العلبه السيليكون دي هحط فيها. تمام. هفضي بقى وارجع لكم. اهو يا حبايبي بس انا لسه ما سويتش الوش بتاعه، انا نزلتهم بس عشان ما اطولش اهو. والعلبه دي كمان فيها كده شويه، انا هركنه من الصبح لغايه ما ينشفوا وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا حبايبي بقى بعد ما الصابون ما نشف. ده تاني يوم، انا عملته معاكم بالليل، وده تاني يوم زي ما انتم شايفين كده اهو. وبرده اللي في العلبه السيليكون دي اهو، بصوا اهي زي ما انتم شايفين كده. تمام. وفي كمان كان في شويه في قعر الطبق، انا حطيتهم كلهم، رحت حطاهم في الكوبايه دي زي ما انتم شايفين كده. هي مش كبيره، قلت بدل ما ارميها فاحطها. انا هفضيهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. اهو يا حبيبي انا فضيتهم اهو، فضيت العلبه السيليكون اهي، ودي بكل سهوله. وطبعا دي اللي كانت في العلبه دي بقى حته كانت صغيره كده، انا حطيتها في كوبايه كده، بصوا شكلها عامل ازاي، تحفه بجد اهي. كانت في الكوبايه دي، انا كنت حاطاها في الكوبايه الازاز دي. انا هقطع دول بقى وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بقى انا قطعت الصابون اهو زي ما انتم شايفين، انا قطعته الحجم ده. طبعا انت مش عايزه الحجم ده، عايزاه اكبر اصغر براحتك خالص اهي. جميله جدا ونشف تاني يوم. دي بقى كان يعني في الطبق، في اخر الطبق كده، بعد ما فضيته كان في حتت صغيره، كنت بساوي العلبه بتاع السيليكون والعلبه دي، كنت بطلع القطع الصغيره بدل ما ارميها، عملت واحده اهي حطيتها في الكوبايه كده، وواحده بس جميله قوي، صغيره وجميله قوي. ودي اللي كانوا في العلبه السيليكون، جميله جدا جدا. احنا مش هنشتري كده من بره ولا بالشكل ده، وبجد والمكونات اللي فيه تحفه. انت لو اشتريتيه من عند بتاع المنظفات ولا من السوق، الكيلو غالي، ومش هيبقى بالدرجة اللي احنا عاملينها بيه، والمكونات اللي احنا عاملينها بيه، ورغوته عالية جدا. ان شاء الله هتشوفوا الرغوة بتاعته في اول الفيديو، بجد تحفة. والمكونات اللي فيه كمان عاملينها بأقل تكلفة، يعني احنا مش حاطين غير ل6 معالق صودا، والسكر معلقتين 3 كده، والمعلقة ملح. والفري بيبقى عندك موجود، يعني الحاجات دي موجودة عندك. حاطينها نص كوباية. وحطيت كيس اوكسي اللي هو صابون سايل، ممكن ما تحطيش ده، انا بحط في كل وصفاتي عشان بحب ريحته. انت مش لازم تحطيه، يعني الوصفة كلها مش مكلفاكي حاجة، حاجات بسيطة جدا. وعاملينه من قشر البرتقال والليمون، يعني حاجة بجد موفرة جدا. يا ريت تعملي الوصفة دي، بجد هتوفر معاكي. انت لو اشتريتي شوية زي دول من عند بتاع الموظفات هيبقى غالي،
يعني إحنا هنا لو حسبتِ هتلاقي بأقل التكلفة. أنتِ لو اشتريتِ من برّه الكيلو غالي، وطبعًا في الغلا اللي إحنا فيه بدل ما الكيلو مثلًا كان ب30 هتلاقيه ب40 وب50 في الغلا اللي إحنا فيه ده. فإحنا بنوفّر، بنعمل حاجات في البيت نضيفة وبأقل الإمكانيات. هتقدري تعملي صابون بلدي. أنتِ لو عندِك زيت مستعمل ما ترميهوش، من 3 مجات عملنا كمية حلوة زي ما أنتم شايفين كده بجد روعة. إيه رأيكم بقى؟ يا ريت لو بيعجبكم وصفاتي ما تنسونيش باللايك. إيه رأيكم بقى أستاهل اللايك والّا لأ؟ أهو يا حبايبي بجد روعة. أنا باحب أعمل معاكم بأقل التكلفة، نوفّر في عز الغلا اللي إحنا فيه ده. بجد الوصفة دي روعة، جرّبوها بجد. وبقشور البرتقان والليمون مديّة للصابونة بجد ريحة حلوة جدًا، ونشف على طول بسهولة. أنتِ بقى لو ممكن في ناس سألوني في صابون ما بينشفش بيقعد معانا، على فكرة ممكن يكون جودة الصودا، ممكن يكون الصودا مش كويسة. فأنتِ لو لقيتيه ما نفِّش معاكِ ممكن تزوّدي معلقة صودا، شوية مَيّة صغيّرين كده وتدوبيها وتدلقي عليها، هيلِف معاكِ. لإن في ساعات بتشتري من عند بتاع منظفات الصودا بتاعته ما بتبقاش كويسة، تمام. يا ريت تشتري من عند حد يعني الحاجة بتاعته تكون نضيفة. بجد الوصفة دي رائعة، وهتخلّي لِك المواعين بتاعتِك زي الفل، هتلمّع لِك الحلل والستانلس. بجد الوصفة دي جميلة جدًا، جدًا. أنا عملت معاكم وصفات كتير للصابون البلدي هتلاقوها على القناة، ودي كمان بجد تحفة، روعة بجد، يا ريت تجرّبوها. يا ريت لو عجبتكم الوصفة تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين أي وصفة تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.